الفيديو ده مش ليك. لو انت مستني يبقى معاك فلوس علشان تبدأ مشروع، صدقني الفيديو ده مش ليك. علشان الفكرة اللي في دماغك عن البيزنس غلط، ولو فضلت مستني الفلوس مش هتبدأ أبدا. خليني أكون صريح معاك، الناس اللي بدأت مشاريعها ومعاها فلوس مش أحسن منك، بس الفرق إنهم بدأوا قبل ما يبقى كل حاجة جاهزة. في 2025 وكمان 26 اللي خلاص على الأبواب، البيزنس ما بقاش مبني على رأس مال، بقى مبني على الفهم. إزاي تفهم المشكلة، إزاي تفهم السوق، وفهمك لنفسك. لو التلاتة دول موجودين، أعتقد إن $100 هتبقى كافية جدا علشان تبدأ صح. خليني أحكي لك ليه $100 هي كفاية عشان تبدأ صح. أغلب الناس لما بتسمع كلمة مشروع ب$100 بتفكر إنه دي حاجة مؤقتة، بيعة سريعة، دورة فلوس بشكل سريع، سبوبة. أنا مش هنا عشان أقول لك على سبوبة، أنا هنا عايزك تبني مشروع تعيش منه وتكبره. علشان كده لازم نغير السؤال من هعمل ايه ب$100 إلى ايه المشروع اللي اقدر اختبره واشتغل عليه ب$100. المشروع الحقيقي مش بيتبني مرة واحدة، انت بتختبره وبعدين بيتظبط معاك وبعدين بيكبر. خلينا ابدأ معاك كده بأبسط نوع مشروع وأكتر نوع ممكن الناس بتستهين بيه، بس هو أقوى بداية: مشروع بيع الخدمة، وخدمة تكون مطلوبة فعلا في السوق، مش للناس العادية. انت بتبيع خدمة لبزنس. في ناس فاتحة صفحات كتير، في ناس فاتحة محلات، مطاعم، كافيهات، عيادات، وبيخسروا فلوس مش علشان شغلهم وحش، لكن علشان مفيش نظام. يعني ليه علاقة بإنه مفيش حد مثلا بيرد على العملاء، مفيش حد بينظم الطلبات، مفيش حد بيتابع الشحن، ما عندوش حد ممكن يصور المنتج بشكل صح. دي مشاريع حقيقية بس مش محتاجة ولا محل ولا مخزون. فهنا أعتقد إن $100 هتصرفها على أدوات بسيطة واشتراك إنترنت واشتراكات للبرامج اللي هتشتغل بيها، واللي بيبدأ كخدمة واحدة ممكن يتحول لتيم وشركة صغيرة، والنظام ممكن يشتغل لوحده بعد كده. مش سبوبة، مش مرة واحدة وخلاص، ده مشروع. خلينا نروح لفكرة تانية ناس كتيرة برضو بتغلط فيها أو في فهمها: إعادة البيع. إعادة البيع هي مش غلط، بس الغلط إنك بتبدأها غلط. الناس دايما بتشتري كمية كبيرة من أي مخزون أو من أي منتج وبتخزن، وتبدأ إنها تحاول تبيع المخزون اللي عندها. الصح هو العكس، إنك تبيع قبل ما تلتزم حتى بمخزون. تختار منتج الناس بتشتريه أصلا، مش موضة ولا ترند سريع، حاجة استهلاكية بتتكرر. تبدأ بكمية صغيرة وتبيع وتشوف رد الفعل، وبعدين تكبر المشروع. ده مشروع قايم على إنك بتبني علاقة بين طلب وعرض. خلينا ننتقل لفكرة تالتة، وخليني أقول لك وأوضح لك إن الأفكار دي هي أفكار ممكن تديرها ب$100، بس مش هي دي اللي لازم تمشي عليها. ممكن انت بتفكيرك تربط الافكار اللي انا بديها لك دي بحاجه ممكن تكون انت بتفكر فيها او جزء قريب من مهاراتك. ما تاخدش دي ككتاب لازم امشي عليه، لا، انت ممكن تطور عليه وتخليها احسن من كده كمان، وتوصل بيها لمستويات اعلى من كده كمان. انا بقول لك على الافكار اللي موجوده، ممكن تاخد بيها، ممكن ما تاخدش بيها، بس ممكن تلهمك انك تطور الفكرة اللي في بالك. الفكرة التالتة هي مهمة جدا للناس اللي بتحب الهدوء والتركيز. منتج رقمي بسيط، مش كورس ضخم، مش كلام كبير، هو حل المشكلة واحدة: ملف تنظيم، دليل خطوات، تمبلتس زي اللي بتتباع على كنفة. اللي معاه تجربة حقيقية حتى لو بسيطة، في ناس محتاجة تختصر الطريق. الميزة هنا إنك بتتعب مرة واحدة وبتبيع المنتج كذا مرة،
ده مشروع لإنك بتبني أصل مش وقتك وبس. لو حاسس إن الكلام ده منطقي وقّف ثانية واعمل لايك مش علشاني، عشان الخوارزمية تعرف إن المحتوى ده يستاهل يوصل لناس ناس تانية محتاجة تسمعه. خلّيني أختم معاك بحاجة مهمة جدًا، $100 مش علشان تنجح، $100 علشان تتعلم. لو فكرة اشتغلت كمّل، لو ما اشتغلتش غيّر بسرعة. أخطر حاجة مش إنك تفشل، أخطر حاجة إنك تفضل واقف مكانك. اختار فكرة واحدة بس، مش 2، مش 3، واكتب إزاي أبدأها في 7 أيام، مش لمّا الظروف تتحسن، دلوقتي ابدأ. الحلقة الجاية هتكون عن الحاجة اللي بتوقّع أغلب المشاريع، التسويق، الmarketing. لو لسه معايا لحد هنا اكتب في الcomment جاهز أبدأ، علشان أعرف إنك من الناس اللي مش بتسمع كلامي وخلاص. أشوفكم الحلقة الجاية.